السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ استكمالا للفيديوهين الخاصين بالاسهال، سؤال في العيادة. سؤال ابني عنده اسهال جامد وبدأ يحصل التهابات شديدة عند مكان الحفاض، والالتهابات دي وصلت ان هي قشرت الجلد وبيبدأ يجيب دم. دي من الحاجات المزعجة جدا 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 اثناء نوبات الاسهال او اثناء نوبات النزلات المعوية. اللي بيحصل ان البراز نفسه القلويه والحمضيه بتاعته بتتغير، بيبقى حمضي اكتر، فبيبقى حامي جدا على الجلد، فبيحصل تآكل، واحيانا بيكون في فطريات، واحيانا بعض الطفيليات، واحيانا بعض المشاكل مع عدد المرات الكتير ميكانيكالي كده الاحتكاك بيبتدي يعمل التهابات. عشان كده بننصح جدا اثناء غيار الحفاضه ان انا بعمل حاجه اسمها بلوتنج، ان انا بطبطب على الجلد مش بحك فيه او بمسح فيه. وما بستخدمش مطهرات كتيره، بستخدم الميه العاديه، وممكن استخدم زيت زيتون، وممكن استخدم اي حاجه فيها زنك مع زيت الزيتون زي الزنك اوليف وزي الكريمات المرطبات في الوقت ده، واهمها طبعا البانسينول، وممكن استخدم ميبو بتاع الحروق. بس اهم حاجه ان انا احاول على قد ما اقدر اهوي المكان كويس، احاول انشف كويس، احاول ما اعملش احتكاك جامد، لان في الوقت ده بتبقى الامور صعبه. طب هل في حاجه اقدر اديها له تساعد في الالتئام عن طريق الفم؟ الزنك شراب للاطفال اثناء الاسهال بيحسن من الاسهال وبيحسن من وظائف الجلد وبيقلل من موضوع الالتهابات. واللايف بروبايوتكس اللي هي البكتيريا النافعه اللي موجوده في صوره اكياس او في صوره امبولات، دي ممكن اثناء الاسهال تقلل كتير جدا من الالتهابات اللي موجوده عند الحفاض. اطلب تمنياتي لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.